فين عشاق الدوناتس؟ أكيد أكيد حبايبي الصغيرين. النهاردة عملنا نص كيلو دقيق، ادينا كمية الدوناتس دي خطيرة. دوناتس اقتصادي وسهل وبسيط وما بياخدش وقت. صدقوني في نص ساعة هتعملوا الكمية دي كلها. عملناه بالسكر وكمان بالشوكولاتة. هقول لكم على طريقته سهلة أوي أوي. مجرد ما خلص الفيديو هتقوموا تعملوه هش وخفيف واداني كمية حلوة أوي. تعالوا أقول لكم أنا عملته ازاي. أول حاجة هنجيب بولة هنعجن فيها وأنزل فيها بعدد 2 بيضة بحرارة المطبخ، يعني يكونوا خارج التلاجة من بدري، وهديها رشة فانيليا وكمان على معلقتين سكر كبار، طبعا سكر خشن، وكمان نص كوباية لبن دافية، وكمان نص كوباية مية برضو دافية. هنا المعيار يكون واحد، مج أو كوباية، لازم يكون المعيار واحد في كل حاجة، في اللبن والمية وكمان الدقيق. أقلب كله مع بعضه وهكون مجهزة معلقة خميرة فورية كبيرة. انت عايزة تجربي جربي في نص الكمية، يعني في كوبايتين وربع دقيق وكمان بضاية ونصصي كل حاجة أنا حاططها معاكم في البولة. تمام. قلبي كله مع بعضه مع الخميرة، وهكون معايا 4 كوبايات ونص دقيق، اللي هو النص كيلو، معيار النص كيلو 4 كوبايات ونص دقيق. حاطة على رشة ملح وابدأ اقلب انزل شوية شوية. ليه؟ عشان انا ممكن اخد ال4 كوبايات ونص، ممكن ماخدهمش كلهم وممكن اخد رشة زيادة. إيه اللي يخليني عملت كده؟ لو حجم البيضة كبيرة، عن انا طبعا البيضة تختلف من عندي لعندك، ممكن تكون كبيرة ممكن تكون صغيرة. تمام. هنبدأ نقلب كده، طبعا انا بقلب المعلقة الجميلة دي معلقة عجن مسهلة عليا الدنيا خالص. لما يبدأ يلم معايا هبدأ اشتغل بإيدي. شايفين كده؟ هنزل بقى بكل كمية مرة واحدة وهقلب تقلبتين وهبدأ اشتغل بإيدي. هتقولي نحطها في العجان، انا عندي عجان يا جماعة، بس هشغل العجان على نص كيلو دقيق. وكمان في حاجة مهمة جدا انتوا ناسينها، مش كل بيت فيه عجان، احنا بنقول دوناتس اقتصادي، حتى في عجن يكون اقتصادي. وهنا جت معانا بقى مرحلة العجن. هبدأ ألم الدقيق بتاعي بالعجينة بتاعتي كده. طبعا يا جماعة العجن بالإيد بتحسي بملمس العجينة، هل هي عايزة سوائل زيادة، عايزة رشة دقيق، تبقي عارفة العجينة عايزة ايه. بعد ما المادة دي بتاعنا هنزل عليها بمكعبين زبدة، يعني بحوالي معلقتين زبدة كبار، بتكون بحرارة المطبخ. ما عندكيش زبدة حطي معلقة سمنة كبيرة، مفيش أي مشكلة. وأبدأ أشبع العجينة بتاعتي بالمادة الدهنية اللي أنا حاطاها عليها، إذا كانت زبدة أو سمنة. هبدأ ألم بقى كده خالص لحد ما أحس إن اتشبعت خالص. بص شكلها طرية بعد حوالي 7 دقايق عجن. كده هنبدأ أول مرة نخمرها، تخمر معايا مرتين، مرة دلوقتي ومرة بعد التقطيع. هدهن بنفس البولة زيت فوق وتحت كده على وشها، وابدأ اغطيها. المهم ان انا احطها في مكان دافي لحد ما تضاعف حجمها. انا هغطيها كده بالستريتش واحطها في المطبخ عندي. طبعا انا بعمل اكلي وهسيبها شوف تاخد معانا قد ايه وقت. بعد حوالي ربع ساعة اني كنت مشغلة البوتاجاز بعمل الغدا بتاعي، خمرت معايا. هبدأ اهبطها كده، شايفين؟ هبطت معايا. طبعا دي صدمة بعد ما خمرناها هبطناها، بس هي دي خطواتها. دي أول تخميرة، ويلا مع بعض نفردها. مش هنقطعها ازاي. هنجيب كده فرشة العجين بتاعتنا نديها رشة دقيق أو على الرخامة بتاعتي بس تكون نضيفة، وهبدأ أفردها على شوية رشة دقيق. هنا لقيتها كبيرة معايا خدتها على مرتين، قسمتها نصين كده، نصها شيلته ونصها هبدأ أقطعه معاكم. أفرد عجينتي على الفرش بتاعنا حوالي نص سنتي. عايز تفرديها بإيديكي مفيش مشكلة، مردانة مفيش مشكلة، إن هي سهلة والعجينة ناجحة معايا وجميلة أوي. أنا عايزة السمك ده بصوا ما تكونش كبيرة ولا صغيرة. وهبدأ أقطعها بقطعة الدوناتس. ما عنديش القطعة دي، غطا برطمان وكمان غطا ازازة حاجة ساقعة، وهعملها على مرتين، أقطع الكبيرة بغطا برطمان والصغيرة بغطا الحاجة الساقعة. ده شكلها. هحطها بقى على صينية فيها رشة دقيق وأخلص الكمية واسيبها تخمر معايا. ولما تخمر هقولكم نعمل ايه تاني. وبعد حوالي 10 دقايق سبتها ارتاحت وخمرت معايا. طبعا المكان عندي دافي، ممكن تقعد معاك ربع ساعة نص ساعة حسب ما انت حطاها فيه. هجيب القلاية بتاعنا، انا النهارده هنقليها معاكم عشان مش تاخد معانا وقت خالص. هحط حوالي كوباية زيت كبيرة في القلاية. طبعا يا ريت افضل يكون زيت نضيف عشان اكل ولادي حاجة حلوة تدي نتيجة ناجحة. هبدأ ارصها كده وافضل اقلبها بخلية شيش طاووق كبيرة، مش من معلقة. يعني لو انت قلبتيها بمعلقة او شوكة هتجرحي الدوناتس وهيطلع منها الهواء بتاعنا، وانا مش عايزة كده. انا عايزة اقلبها كده بخلة طويلة بتاعت الشيش طاووق.
قالت طب ما أخدتش ثواني صدقوني ما فيش 20 ثانية على الجنبين. شوف لونها جميل إزاي، لون دهبي خطير. كمان خمرت معايا، وكمان كبرت معايا برضه في الزيت. كده طلعنا الكمية، بصوا شكلها بأمانة جميلة. شايفين؟ كده أنا خلاص كل الكمية وأرجع وراكم بسرعة. وآدي كمية الدونات بتاعنا من نص كيلو دقيق يا جماعة. 4 كوبايات ونص دقيق ادتني الكمية دي كلها. سيبها ترتاح وتهدى كده ونعمل الخطوة اللي بعد كده، وهي خطوة تزيين الدوناتس. هنجيب كده شوكولاتة، تقولي عملتها ازاي؟ هنجيب من عند محل مستلزمات الحلويات حوالي ربع كيلو شوكولاتة خام. هنكسرها ونحطها في بولة، والبولة دي جوه مية تغلي على النار، يعني حمام مية، وتسيح معايا بالشكل ده. طبعا في حبايبي بيحبوها بالشوكولاتة البيضاء، شوكولاتة اللي هي الغامقة، ممكن ياكلوها كده بسكر زي ما عملتها أول الفيديو. عدتني كمية برضو حلوة كده، هبدأ أدهنها وهي دافية وشوكولاتة سخنة. هعمل كميتي بنفس الشكل كده وهرجع اوريكم انا عملت فيها ايه. وبعد ما خلاص عملت نص الكمية بالشوكولاتة ونص تاني بسكر البودر، ده شكلها. هبدأ اديها على الوش صوص الكراميل. انت عندك بقى صوص الكراميل، عايزه تحطي على جوز الهند، تحطي على فارماسي الوان، اللي انت عايزاه، بس انا قلت النهارده اعملها بالشكل الجميل ده. وصوص الكراميل ده مش غالي يا جماعه، حلو خالص، وممكن تستغني عنه خالص. عملنا بنص كيلو دقيق الكميه دي كلها. يلا بقى جربوها على طريقتي، هتعجبكم جدا. بصوا هشه وجميله، انا حبيتها اكتر بالسكر البودر، حلوه قوي. بصوا من جوه خمرانه ازاي، حلوه قوي قوي واقتصاديه. ويلا بقى جربوها على طريقتي. ولو عجبكم فيديو النهارده شيروه، ولو مش تابعين صفحتي تتابعوني، وكمان تعملوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات، تقولوا لي متابعوني من انهي بلد، وتقولوا لي بجد ايه رأيكم في وصفاتي اقتصاديه ولا مش اقتصاديه. سهله جدا بسيطه. الف هنا، مع تحياتي ميري انور.